السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده بعمل لكم جولة كده في سنتر شاهين، ويا رب الفيديو يعجبكم. فيديو كده كله طاقة ايجابية وحاجات كلنا بنحبها وبنحب نشتريها. اي حاجة بتدوري عليها روحي هناك، في كل حاجة. بصوا بقى الكياتة والجمال، حاجات جميلة اسعارها حلوة، حاجات شيك جدا، افضل كتير من بره كخامة وكاسعار كمان. هنا بقى قسم البلاستيك. البلاستيك ده متين وآمن، عليه رقم 5، بيخش غسالة الاطباق، بيستحمل الحرارة، آمن لينا ولأطفالنا، والوانه تحفه. اللون بقى اللي انتي بتحبيه هتجيبيه. انا بحب اللون الاحمر فجبت كذا حاجه كده من اللون الاحمر. الوانه كتير وما شاء الله في كل حاجه منه، في الكوبايات وفي البولات وفي الاطباق بنفس الالوان. ممكن تعملي طقم كده يبقى شكله حلو كده عندك. مش لازم كمان تعملي، لو مش عايزه تعملي طقم ممكن تجيبي طبقين 3 حسب احتياجك هتجيبي. يعني انا ما جبتش طقم، انا جبت كذا حاجه كده من اللون الاحمر عشان بحب اللون الاحمر. ما شاء الله البلاستيك بتاعه حلو قوي وامن. اليوم بقى اللي انا روحت فيه ده ما كانوش عاملين عروض على البلاستيك، بس انا عجبت بيه كده ومش في دماغي اللي كل حاجه بيبقى عليها عروض. فجبت بعد 3 ايام، رحت بعد 3 ايام لقيتهم عاملين خصم. الاسعار نزلت كتير يعني. كنت جايبه كام حاجه من اللون الاحمر، وكنت جايبه صينيه تقديم. يعني صينيه التقديم كنت جايباها ب99. رحت بعد 3 ايام لقيتها ب69. فجبت واحده تاني. انتي بقى لما تروحي تاخدي جولة هناك اشتري الحاجة اللي عليها عروض. يعني اليوم ده كانوا عاملين عروض على السجاد وعلى الكوبايات، وعلى طقم الحلل، على طقمة الحلل. يعني وانا هناك بيعملوا عرض ساعة واحدة في الحلل. ما شاء الله ناس كتير راحوا اشتروا حلل. ساعات وانتي موجودة هناك بيعملوا عروض كمان كل ساعة. يعني كنت انا هناك عملوا عرض على الحلل، وعرض على بولات الشوربة، بولات كده صيني بتاعت شوربة وغطوها، بس حجمها كبير قوي. عملوا عرض، ناس كتير اشترت منها بس انا ما جبتش عشان مش محتاجاها. كانت البولة عاملة 65 صيني وبالغطا بتاعها، بس كبيرة قوي وانا مش محتاجاها فما جبتهاش. احنا لازم نجيب الحاجة اللي احنا محتاجينها. هنا بقى اوريكم اللي عليه رقم 5، وبيخش غسالة الاطباق وبيستحمل الحرارة. والاحجام بقى الاطباق زي ما انتم شايفين كده، بولات واطباق وفي كوبايات وفي صواني. ما شاء الله حاجاتهم حلوة قوي، واوفر كتير من بره كاسعار وكخامه في كل حاجه. يعني انا رحت محلات مفارش، بطاطين وسجاد. لا عندهم الخامه احلى والسعر احلى كمان، يعني السعر اوفر والخامه احلى، ده في كل حاجه. بس زي ما قلت لكم بقى البلاستيك ما كانش عليه عروض يوم ما انا جبت. بعد 3 ايام عملوا عروض عليه فنزلوا الاسعار كتير قوي. فانتوا تشتروا الحاجه اللي عليها عروض. هنا البولات الازاز الكبيره ب25، والصغيره مش عارفه كانت ب19 ولا ب18 مش فاكره. حلوة برضو. واليوم ده كانوا عاملين عروض على الكوبايات، انا برضو جبت كوبايات. يعني انا السنة اللي فاتت جايبة كوبايات بسعر تاني خالص على اللي انا جبته من عندهم، ونفس الكوباية يعني جايبة السنة اللي فاتت بسعر وعندهم بسعر تاني خالص. ان شاء الله هوريكم الفيديو الجاي. وهنا قسم الستاير، جبت برضو هنا ستارة البنوتشي لأوضتها. الستاير جاهزة تجيبيها تعلقيها على طول، ولا بقى نجيب قماش ونخيط بقى وشغلانة. دي حاجة جاهزة كده نجيبها ونعلقها على طول. ما شاء الله حاجاتهم شيك وحلوة. كل حاجة محتاجاها هتلاقيها هناك. كل بقى حاجة اللي عندي دي كوم، والحافظة السجادة دي عندي كوم تاني. بسم الله ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. دي مقاسها 2 في 3، قيمة جدا جدا. يعني ما تقوليش عليها حافظة سجاد تقولي عليها سجادة. الراجل فرد لنا واحدة، أنا كنت عايزة اجيب واحدة لبنتي، هي عايزاها لون كافيه. بس المشكلة اللي هي عايزاها لون الكافيه بتاعها فاتح، هي كانت اللون ده مش حباه، هي عايزاه افتح من اللون اللي هو فردها لنا. جميلة جدا جدا، ومقاسها 2 في 3 كبيرة، والفرو بتاعها تحفة. والظهر بتاعها حلو قوي، مش الظهر كده اللي بيبقى زي البلاستيك يتفرفت ومع الغسيل وكده، لا. دي ظهرها مش عارفه اوصفلكوا، عامله زي الصوف كده، حلوه قوي. قعدت اقنعها كتير والله اللي هي تجيبها، بس هي عايزه لون افتح. فما حبيتش اغصب عليها طبعا، هي براحتها في اوضتها تجيب اللي هي عايزاه. بس والله العظيم كسعر وكخامه تحفه. كان سعرها 999، يعني 1000 جنيه. اليوم ده بقى طلعنا من سنتر شاهين ورحنا محل تاني، لا الاسعار حاجه تانية، والحاجه والخامات مش حلوه.
هنا بقى قسم الملايات دي فيه ب700 و600 وحاجه و500. اليوم ده عملوا عليها عرض، كانت ب300 و200 وحاجه. ما شاء الله بيعملوا عروض حلوه قوي. انتي تابعي بقى الصفحه بتاعتهم، يوم ما يعملوا عرض كده يعني تابعي، لما تلاقي العرض شغال روحي هاتي الحاجه اللي ناقصاكي او الحاجه اللي انتي مثلا هتجيبها تشيلها لبنتك. اي ام برضو بتجهز بنتها كل حاجه هتلاقيها هناك. ما شاء الله. ويعني فيها حاجات كتير، لما يعني مش هيعجبك حاجه، لا هيعجبك حاجه تانية. هو بسم الله ما شاء الله مليان حاجات في المفروشات والبطاطين والدفايات. الدفايات حلوه قوي هناك. في دفايات زي ما انتوا شايفين كده، وفي دفايات بالكيلو. دي الوانها حلوه كده وجميله. جبت برضو دفايه حلوه قوي هوريها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وفي دفايات زي ما قلت لكم بالوزن بالكيلو، وفي حافظات بالكيلو. وهنا قسم الفوط، حاجاتهم حلوه قوي قوي. واي بقى الحاجات دي بتفرح كل ست بيت، وكل بنوته كده بتجيب حاجه وتشيلها بتفرح. وست البيت برضو ما تكون ناقصها حاجه كده وتروح تجيبها، الحاجه دي برضو بتبسطنا. ربنا يا رب يكرمنا ويكرم الناس كلها. واي حد بيشوفني ظروفك دلوقتي مش سامحه انتي تنزلي وتجيبي اللي انتي نفسك فيه، خليكي بس مع ربنا وان شاء الله ربنا هيكرمك وهتجيبي كل اللي نفسك فيه. هنا بقى البطاطين دي تشبه الحافظه، بسم الله ما شاء الله جميله جدا وشيك قوي. كل حاجه هناك هتلاقيها. كل حاجه بقى بسعرها. يا رب الفيديو يعجبكم كده. لو عجبكم الفيديوهات يعني الفيديوهات زي دي عجبتكم قولولي اصور لكم تاني. وادعولي بقى دعوه حلوه انزل لكم فيديو كل يوم كده، عشان انا كل فين وفين انا بنزل الفيديو. والله مش عارفه القناه دي هتكبر وتنجح ولا لا. عشان انا عملت الشرط الاولاني اللي هو 1000 مشترك، وكنت خلاص بقى عملت 3000 ساعه، كان فاضل لي 1000 ساعه واقل من ال1000 كمان. بس عشان جه الميعاد اللي انا كنت منزله فيه الفيديوهات، مش عارفه اشرح لكم كويس يعني. ما بنزلش كتير، فبيحاول بقى ايه اليوتيوب بينزل من الساعات عشان مش مستمرة. فانا مش عارفة والله اكمل ولا ما اكملش، عشان ايه القناة دي عايزة اهتمام وعايزة كل يوم كده. والموضوع ده بيبقى صعب عليا في حاجات كتير يعني انتوا ما تعرفوهاش. إيه فدوري دعوة حلوة كده، نفسي تكبر كده يعني ربنا يكرمنا يا رب ويكرم الجميع يا رب. فدلوقتي بقى اليوتيوب بدأ ينزل في الساعات تاني، فربنا بقى يكرم يعني. هحاول بقى ايه الشغل اللي جاي ان شاء الله هنجمع الساعات تاني هم 4000 ساعة، عشان تتفعل بقى وكده ويجي منها ارباح يعني وكده. فربنا يجعلها خير يا رب. انا ماليش في التصوير ولا الحاجات دي والله العظيم، انت اخواتي يعني. بعمل الحاجات دي بالعافية. بس نفسي يبقى لي حاجة خاصة بيا كده بس انا ماليش في الحاجات دي خالص، ولا التسجيل ولا الكلام. انا بحب اتكلم بقى ايه يعني انتوا اخواتي وكل حاجه، بس بحب اخد راحتي واتكلم واضحك واهزر مع الناس القريبه مني يعني. اخواتي يعني بناتي. انا شخصيه يعني ايه، مش عارفه اوصف لكم شخصيتي. إيه بحب كده ابقى منطويه مع نفسي يعني. بحب حياتي تبقى مقفوله يعني في كل حاجه بحب الخصوصيه قوي. بس اضطريت اعمل الكون بقى كده. يا عالم ربنا يكرمنا منها وتبقى حاجة كبيرة يعني. بس انا ماليش في كل ده عشان تبقوا عارفين يعني، ولا في تصوير ولا في تسجيل فيديوهات ولا اي حاجة. ده انا لما فتحت القناة والله العظيم كنت بعاني من تسجيل وكده. يلا طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.